عارفين ان كاس العالم دي اكبر بطولة في الكورة في العالم، بس هل سألت نفسك بدأت ازاي؟ الحكاية بدأت مع واحد اسمه جون ريميه، كان عنده حلم يعمل بطولة عالمية مستقلة بعيدا عن الأولمبياد. وفعلا سنة 1930 بدأت أول نسخة في أراجواي ب 13 منتخب بس، وخلصت البطولة بفوز أراجواي على الأرجنتين 4-2، ومن هنا اتكتبت أول صفحة في تاريخ البطولة. لكن لو عايز تعرف أغرب حكاية لازم نتكلم عن كاس العالم 50 في البرازيل. تخيلوا ان البطولة دي ما كانش فيها ماتش نهائي زي دلوقتي، كانت ماشية بنظام المجموعات، والماتش الاخير بين البرازيل واراجواي كان هو اللي بيحدد البطل. برازيل كان بيكفيها التعادل بس عشان تاخد الكاس، والبلد كلها كانت محتفلة قبل الماتش ما يخلص. لكن الصدمة ان اراجواي قلبت الترابيزة وكسبت 2-1 في مفاجأة هزت العالم وسموها ماراكانازو. والماتش ده حضروا تقريبا 200 ألف متفرج، رقم خيالي مستحيل يتكرر. النهائي اللي محدش شافه، في لقب غريب بيتقال على ماتش سنة 50 بيقولوا عليه النهائي اللي محدش شافه. ليه؟ عشان مفيش تسجيل تلفزيوني كامل للماتش ده، كل اللي موجود منه مجرد لقطات قصيرة جدا، فبقى زي الأسطورة الكل بيحكي عنها ومحدش شافها. عارفين الكاس القديمة اللي كان اسمها كاس جوريميه؟ البرازيل خدتها للأبد بعد ما كسبت البطولة 3 مرات سنة 70، بس في سنة 83 حصلت الكارثة، الكاس اتسرقت، وللأسف مفيش أي أثر ليها لحد النهاردة، والمؤرخين بيقولوا إن الحرامية سهروها وباعوها ذهب. دي كانت بداية الحكاية، من أول ماتش ب 13 منتخب لحد السرقات والقصص اللي تعيش معانا العمر كله. تفتكروا إيه أغرب موقف حصل في تاريخ كاس العالم غير دول؟ شاركوني في التعليقات. دي أصل الحدوتة. سلام يا جماعة.